دهستها بالعربية رايح جاي، وفضلت واقفة من بعيد علشان تتأكد إنها ماتت. وفضل الأب يصرخ ويقول معقول خناقة شوية عيال تنهي حياة بنتي؟ حادثة مدينة الشروق اللي انتهت بمصرع طالبة بالصف الأول الإعدادي لولا الكاميرات لاتقفلت ضد مجهول. ورصدت كاميرات المدرسة العربية اللي دهست الطالبة بالصف الأول الإعدادي وقفها في مكان قريب من الواقعة. ورصدت سيدة بداخلها وهي التي كانت تقود السيارة وقت الواقعة، واتضح ان السيدة دي ابنها مع نفس الطالبة في نفس المدرسة، وتم بينهم شجار، والأم قررت انها تنهي حياة الطفلة علشان خاطر تاخد حق ابنها. قبل الواقعة بيوم اشتكت الطالبة لوالدها ان في طالب في المدرسة معاها بيضايقها وكعبلها ووقعها من على السلم، وطلب منها انها تتجنبه وان بكرة هيعدي عليها ويدخل للمديرة ويشتكي لها. وللأسف ولما وصل الأب لقى بنته بين الحياة والموت وبتنزف من كل حتة، وصريخ أصحابها اللي ملا المكان مش ذعر عليها. وفور وصول سيارة الإسعاف لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة. وفضل يصرخ الأب ويقول أنا عايز حق بنتي. جريمة يقشعر لها الأبدان، تخطت كل حدود الجحود الإنسانية. أم اتنزع من قلبها الرحمة علشان تجيب حق ابنها، نهت على حياة طفلة بريئة كل ذنبها إنها رايحة تتعلم. انت تستاهلي الإعدام في ميدان عام علشان تكوني عبرة لغيرك.